أنا اللي مربوط يا سيادة الوزير، لو في نص في المادة دي اللي بتنظم دور اللجنة الأولمبية، لو في يا فندم نص اعزم مرتضى أنا مستعد أتعزم، أنا مش فوق القانون. إنما لو ما فيش ابطل المهزلة دي عشان نعرف نشتغل، إحنا مش عارفين نشتغل. طيب يمكن موجود في اللائحة بتاعتهم. هذه اللائحة دي لائحة بتاع اللجنة الأولمبية، ليه عاملاها؟ يمكن يا جماعة مش موجود في القانون نص بيقول لهشام حطب ولجنته يعزل رئيس نادي. المادة 28 من لائحته يباشر مجلس إدارة الاختصاصات الآتية اللجنة الأولمبية، نشر الحركة الأولمبية، نشر فكر مبادئ اللعب النظيف، إدارة شؤون اللجنة من الناحية الفنية، اعتماد توصيات متعمدة التنفيذ، وضع السياسة العامة عدم مشاركين اللجنة الفنية. فين عزل رئيس نادي؟ حضرتك جبتها منين؟ سيادتك ألفت قانون ودستور، حضرتك مخالف وزير الشباب ليه؟ وحضرتك مدير المحكمة دي وزير الشباب. ما القانون واضح يقول لسيادتك لما تلاقي مرتضى كرئيس نادي او مجلس ادارته خدوا قرار مخالف للقانون او مش في القانون، حضرتك ابطله وحل مجلسه. ادي اللائحه بتاعت اللجنه الاولمبيه الماده 28. حد فيكم بيجي يقراها ايه؟ تعالى صبحي اقراها، تعالى اقرا. فريق الكوره بيضيع، اللعيبه كلها عايزه تمشي، اللعيبه عايزه تمشي، لان اللي بيعمل بطولات استقرار ايه وانت عازم رئيس النادي؟ استقرار ايه وانت عمال تهدده كل شويه بمخالفات وهميه؟ استقرار ايه وانت لاغيله لائحته؟ بيكلموني عن ايه؟ ده احنا عايشين في جهنم ومتحملين، وكل يوم لاعب يقول انا عايز امشي. ده مناخ، يبقى مناخ بطولات وغير مستقر وقاعد رجل على رجل عشان عنده اعلام، انما انا عندي مفيش. ده سيد ميدو وده سيد مش عارف مين، عملوا ايه؟ ولا حاجه. بالعكس لو يقدر يهد حال النادي يهده. ده اللي انا شايفه. تعالى يا عم اللائحه، خد ادي اللائحه بتاعتك، طلع لي نص. ده لائحته. ادي الماده 30. بيني وبينك القانون عشان الارهاب اللي بيمارس عليك اطلع وقول كلمتك ان ده غلط. ما تخافش من موسى ولا شباب، كلهم مجاريح، كلهم متعورين. بتعلم كلمات الجنسيه. انا برضه اللي خدت 6 مليون عموله لصلاح محسن من تركي الشيخ، انا اللي سافرت السعوديه 6 مرات وخدت الساعات بالملايين، كله مجاريح. احمد موسى اللي بيتكلم عن بنت عضو مجلس اداره وبنت رئيس النادي اللي بتحولها $1 مليون، ده انت اقل فيلا عندك يا احمد يا موسى ب$5 مليون. منين ولا احنا شرفك. ده انت عندك في الجلاله وعندك في الساحل الشمالي وعندك في الغردقه وعندك منين الملايين جايه؟ وانت لو راجل قول مين بنت رئيس النادي او عضو مجلس الاداره اللي اتحول لها $1 مليون. لو في واحده اتحول لها جنيه من بره احنا كلنا بره. بطل كذب، بطل اشعاع. انتوا عايزين تشوهونا ليه؟ انا بقول لك اهو، انت لو راجل اقول انا احمد موسى الراجل، انا من سوهاج بلد الرجاله. ايوه ولاد الفلانيه تحول لها $1 واحد، كلنا نروح. كسب ما حصلش، مفيش الكلام ده، ده ترويج اشاعات، تمهيد اللي هم بيعملوه. اتحملنا قله الادب، اتحملنا قله ادب. راح كان زاد الرفش اتكلم عامل له مداخله بيقول انا بعلمه مخالفات. ده انا اقول له حط صابع في عينك، انا احط صابع في عينك الشرفه. طب لما نبقى عندنا مخالفات، ما تركي الشيخ قال في التلفزيون
التلفزيون مع سيف اديت له مرتضى 184 مليون جنيه ليه؟ رفض ياخدهم ويحطهم في النادي. هو ده التاريخ. في نادي القرن انت هتزعل بيبو؟ انت مش رئيس نادي. يلا هاتوا لنا ممدوح بس وخالد عبد العزيز. مش ده اللي هيحصل؟ طب انا عايز اتكلم يا جماعه بس في ظلم في الحكم. والله انت بتتكلم؟ لا 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 يا دكتور اشرف انت مش عندك جواب من عند هشام حضر؟ يلا نفذوا عزاله. حد يقدر يشتغل بالطريقه دي؟ انا ما بشتغلش بالطريقه دي، ما بشتغلش بطريقه في دماغي، انا ما بشتغلش كده، لا انا ولا مجلس ادارتي. حضرتك شايف ان قرار العزل ده صحيح نفذه، شايف انه غلط اقتله، انما ما نعيش تحت تهديد، احنا مهددين. طب ده سياده الوزير، طيب ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. هو الجمعيه العموميه مش انتخبتني؟ مالهاش قيمه. الناس دي كلها مالهاش قيمه. والله ازاي؟ دول اصحاب النادي برضه مالهمش قيمه. طب والقانون ملوش لازمه. طب نروح المحكمه. رحنا المحكمه، نفس الوزير، نفس القرار، نفس هشام حضر، نفس السنه من سنتين لما توقفت سنتين. المحكمه قالت ايه؟ دي احكام نهائيه اداريه عليا باته. اتفضلوا. قامت اللجنه الاولمبيه المصريه بوقف رئيس نادي الزمالك ومارس نشاطه كرئيس للنادي لمده عامين دون وجود سند قانوني يسوغ لها ذلك، فانها بذلك تكون خالفت احكام قانون الرياضه والميثاق الاولمبي وتجاوزت حدود اختصاصها المقرر لها قانونا. يا نهار اسود! يعني المحكمه قالت لك يا سياده الوزير قبل كده لما اللجنه الاولمبيه وقفت وقال منصور تعدت اختصاصها كلنا السياده خايف منين؟ نفس الحكم اهو. المحكمه تاني قامت اللجنه اقامه الوقف رئيس نادي الزمالك، مش هو دلوقتي الموجود دلوقتي حالا ولا حاجه ثانيه، عن ممارسه نشاطه كرئيس للنادي لمده عامين نظرا لما نسب الينا وشارك نفس الكلام اللي شتمنا دون وجود سند قانوني يسوغ لها ذلك، فانها بذلك تكون خالفت احكام قانون الرياضه والميثاق الاولمبي وتجاوزت حدود اختصاصاتها المقرره قانونا. ومن يتضرر له اللجوء الى سبيل القضاء الجنائي والمدني من اجل ما دفع ما يكون اصابه من ضرر ومساءله ودعم نفس الجديد، بيد انه لا يجوز لها قانون وقف عن ممارسه نشاطه كرئيس احد الانديه الرياضيه منتخبا من الجمعيه العموميه لما يمثله ذلك من اعتداء صارخ على رد الجمعيه العموميه للزمالك. عايز اكتر من كده؟ مستني ايه؟ مستني ايه يا وزير؟ قول له مصر كلها مستني ايه؟ خايف من ايه؟ المحكمه قالت عدوان على الجمعيه العموميه والراجل ده لازم يرجع ورجع. نفس الموضوع بيتكرر، يبقى نفس القرار. حد يعرف يشتغل بالطريقه دي؟ طب انت قول نادي القرن تاني يا دكتور اشرف، الراجل ده بيتنطط زعل بيبو زعلان، مش عندك جواب من هشام حضر؟ بس غلط، ما تنفذوا بقى. المحكمه مش موافقه، بس النادي استقراره يعني ايه استقراره على النادي؟ طب والبطوله اللي جايه يعني ايه بطوله؟ ما تقصد بطوله. طب وال 50 مليون من الجمهور ولا ليهم قيمه؟ لا ليهم قيمه، ليهم قيمه صوت، بس احنا مؤدبين ومحترمين، لينا قيمه ولينا صوت، بس مؤدبين ومحترمين وخايفين على بلدنا من فوضى. بس ما نستغلش ده بقى. جمهور الزمالك مش صغير، جمهور الزمالك جمهور كبير ومحترم ومتحضر واعضاء جمعيه عموميه اللي المحكمه قالت ان هشام حضر اعتدى عليها. اطلع يا سياده الوزير قول، انا اللي بناشدك تقول لو قرار هشام حضر صح نفذه، لو في القانون واللائحه نفذه، انما ما تعرضش النادي لهزه. اللعيبه بتقول لك مين رئيس النادي اللي موجود؟ وكلمني بعد كده عن البطوله، وكلمني يا استاذ كرم جاب عن
نفس العنف والتعصب معاك، بس اديني العدل، اديني الامان، اديني الامان زي النادي التاني. الموضوع التاني لائحة. اتفضلوا يا جماعه. دي اللائحه نفس القصه، جمعيه عموميه غير عاديه، جمعيه عموميه غير عاديه وافقت على اللائحه ب 32,000 صوت، لم يحدث في تاريخ اي نادي. الانديه التانيه بتشحت 1000 صوت يحضروا. معالي الوزير من فضلك اعتمد لنا اللائحه. نفس القصه، نفس الحرب اللي اتعملت على وزير الشباب والرياضه هو نفس الوضع، وحرب وعبد الناصر الثاني الكلب هو عبد الوهاب ذات الكلاب اللي عرضوا وخدوا الثمن الخيانه والامانه. خلصوا دورهم خلاص، الدور خلص، المأمورية خلصت. هم مش عارفين ان النادي بيتدمر فاعل. الجمهور فاق واللي كان مختلف اتفق وقال لك لا ده مش مرتضى، ده نادي الزمالك. ده نادي الزمالك اللي قاعد مالك اللي خد 11 بطولة في 5 سنين في الكورة بس. ده نادي الزمالك اللي كسب الاهلي المنافسات اللي احنا بينا وبينه كله، بس كنا عايشين في جو مستقر. ما كانتش طيارة مخطوفة ومتهددين كل شوية. من قاضي لسه بتاع امبارح مش عارف جاي منين، المحكمة الإدارية العليا محكمة اعتمدتها وجالنا الجواب ده. اتفضل هات لي الجواب بتاع العليا، اعلى سلطه قضائيه في البلد، اعتمدت اللائحه اللي الجمعيه العموميه المحترمه اللي مش معترفين بيها اعتمدتها. وراح الورق. اتفضلوا. اللجنه الاولمبيه تراجع اللائحه من ناحيه الميثاق الاولمبي. هشام حطب بعت للسيد الوزير اشرف صبحي اللائحه اللي بيلغوها برضه نادي من غير رئيس ومن غير لائحه وغيرنا استقرار، جو مستقر، لا مخالفات ولا اي حاجه، الدنيا هناك جميله. من هشام حطب للدكتور اشرف صبحي. يسعدني ان ادي سيادتكم واطيب تحيات مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه حياتي الشخصيه. اتشرف ارسل رسالتي وفق هذا الخطاب قرار اللجنه الاولمبيه المصريه رقم 11 ل 2019 بالموافقه على نشر لائحه النظام الاساسي لنادي الزمالك للالعاب الرياضيه. رجاء التفضل من اصدار توجيهاتكم الكريمه بنشر القرار واللائحه بالوقائع المصريه. اول ما اللائحه تتنشر في الجريده الرسميه ولا الجن الازرق يقدر يلغيها لانها في يوم تحصلها، ومع ذلك لغوها. مفيش قانون؟ مفيش قانون. مفيش جمعيه ولا مفيش جمعيه عموميه. مفيش محكمه اعتمدت اللائحه مفيش محكمه اعتمدت اللائحه. انا الحكومه، انا هشام حطب واصدقائي، احنا اللي بنرتب الليل وننفذ الصبح. انت ما تتكلمش تاني. احنا طب والدنيا هتمشي كده؟ نادي من غير رئيس اللي الناس انتخبوه، مين الناس؟ اعضاء جمعيه عموميه والله قيمتهم ايه؟ لا ليهم قيمه، ده عندك انت، عندنا احنا ما لهمش قيمه. انا خلاص لقيت قرارهم، مش هم انتخبوا مرتضى، بس انا بيبو مش عايز مرتضى، ماليش مزاج ليه. انا عايز ممدوح عباس اللي كان موجود، اللي جاب النادي الارض، وكان معانا عباس جاب النادي الارض، جابوه ارض. الاخ احمد الشيخ اللي هو شوبير رئيس
رئيس اللجنه اللي كاتب مذكره عن مخالفات النادي الاهلي، هو حضرتك ما قريتهاش؟ هو انت يا احمد يا موسى مش راجل ذكر؟ اهو ماضي عليه احمد الشيخ، دي مخالفات النادي الاهلي. هو مجلس اداره الاهلي ولا دعوه بالنادي الاهلي، نحترم النادي الاهلي، اتكلم عن مجلس ادارته. مش دي المخالفات؟ حضرتك ما بتتكلمش عنها ليه انت وشوشو؟ ما بيتكلموش عنها ليه؟ انا ما عنديش الكلام ده والله خالص. وعندي الموظف اللي بيغلط بقطع على رقبته ودي نيابه فورا. وهيبقى عاملين نتكلم يقول لك وفتحوا حساب وقفلوا حساب. هو انتوا ناسين ده مش بلاغ ممدوح عباس وقعد في النيابه 3 سنين، واول ما جه النائب العام المحترم الموجود دلوقتي حافظ البلاغ. انت بترغي في المرغي ليه؟ هو انت بترغي فيه تاني ليه؟ ما هو عالي النائب العام قفله، قال لك ما عندهمش مخالفات. اذا بعد النائب العام قراره 24 ساعه ابتدي حاسبني على الجديد. ما عنديش جديد ولا قديم، انما انا بمهد الراي العام. مخالفات، في مخالفات.